السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من خليك في السليم. موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا، عادة عند كل المصريين، وهي الشاي بلبن. طبعا هتقولوا لي انت جايه تكرهينا في الشاي بلبن وتقولي لنا لا ده فيه وفيه. خالص، اسمعوا الفيديو للآخر وانتوا هتحكموا بنفسكم. خلينا في الأول متفقين إن الشاي له فوائد واللبن له فوائد. الشاي فيه مضاد للأكسدة، فيه سايوفيلين وده موسع للشعب الهوائية، وفيه كمان مواد مضادة للأورام. اللبن خلاص اتكلمنا فيه كتير وعرفنا انه مهم للكالسيوم والفوسفورس والبروتين وحاجات تانية كتير مهمة، مصدر للكالسيوم أهمهم للبن. طيب لما بنحط الشاي على اللبن هل بيحصل ضرر؟ الضرر اللي بيحصل ان ده بيأثر على ده وده بيأثر على ده. بمعنى ان اللبن بيأثر على المواد الانتي اوكسيد المضادة للأكسدة في الشاي، وبالتالي بيفقد القيمة المهمة اللي بناخدها من الشاي. طب في نفس الوقت الشاي بيعمل ايه في اللبن؟ الشاي بيأثر انه بيعمل تانيك اسيد اللي فيه بيقلل امتصاص الكالسيوم والفوسفورس اللي احنا بنحتاجهم من اللبن. طيب ما انا كده ما استفدتش حاجة منهم، بس في نفس الوقت ما اتضرتش. لكن في فايدة مهمة جدا، في ناس يومها ما بيظبطش غير لما بتشرب الشاي بلبن. في ناس حيويتها وطاقتها بتبدأ لما بتشرب الشاي بلبن وبيقدروا يبدأوا يومهم بكل سعادة ونشاط. خليني أقولك إن ده مهم جدا وأهم من القيمة الغذائية، وطالما ده هيخليك تبدأ يومك حلو فيبقى الشاي بلبن حاجة مهمة جدا. وابدأ يومك وصحتك أهم، وخليك دايما في السليم.